لو انا جيت سألتك الوقت هو البروتين موجود فين، غالبا هتقولي موجود في الفراخ، البيض، اللحمة وبس. لكن الحقيقة مصادر البروتين اكتر من كده بكتير. نحط بس الدمبل هنا عشان نعرف بس نتكلم. زي الفل كده. تعال بقى نفهم واحدة واحدة الكلام ده كله. البروتين عنصر أساسي في جسمك، وبيدخل طبعا في بناء العضلات زي ما كلنا عارفين، وإصلاح الأنسجة وتكوين الإنزيمات والهرمونات. هو يعني إيه الكلام ده كله؟ البروتين مش مهم للناس بس اللي بتلعب رياضة أو اللي بتنزل الجيم، أيا كان نوع الرياضة اللي بيلعبوها. البروتين مش مخصوص ليهم، البروتين مهم للناس كلها. طب هو إيه مصادر البروتين؟ عندك مصادر حيوانية زي الفراخ، عندك البيض، عندك اللحمة، وهكذا. كمان عندك مصادر نباتية زي الفول، العدس، الصويا. بس الفرق بين المصادر الحيوانية والمصادر النباتية إن المصادر الحيوانية فيها جميع الأحماض الأمينية اللي جسمك محتاجها، إنما المصادر النباتية مش كاملة الأحماض. بس مش معنى كده إنك ما تدخلش جسمك مصادر نباتية، لأ، خليك ذكي واخلط ما بينهم. وكمان مش كل مصادر البروتين النباتي ناقصة الأحماض الأمينية، في مصادر كاملة الأحماض الأمينية زي الصويا مثلا، ده كامل الأحماض. طبعا مش لازم إن كل أكلك يكون عبارة عن بروتين، بس المفروض تدخل البروتين في كل وجبة عشان هيساعدك جدا إنك تشبع. كمان هيساعدك إنك توصل لهدفك، سواء عايز تخسر دهونك، تزيد عضلات وتخسر دهون، هيساعدك إنك توصل لهدفك. وإنت بتدخل لجسمك احتياجك من البروتين هتخسر دهون ومش هتخسر عضلات. فالبروتين موجود في المصادر النباتية والمصادر الحيوانية، وأفضل اختيار إنك تاخد بروتين على حسب ميزانيتك وعلى حسب احتياجك. ما تنساش تدعيلي بقى، ولو استفدت اعمل فولو عشان اللي جاي هيفيدك اكتر.